السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنوضح لكل ما هو بيب بيب الصورة اللي قدامكم ديت. الصورة دي مقتنع كل ما هو ماشي بمبدأ طلاد التشجيع الشمال وعقيدة البيب بيب اسلوب حياة بتلفت نفسها عليهم. يعني ايه المعلومة دي؟ يعني ايه الجملة دي؟ الجملة دي ان كل الاهلاوي اللي بدون عقل لملوم، ومعنى كلمة لملوم باللغة العربية الفصحى جاهل في مجتمع ثقافي. يعني أنا وواحد تاني زملكاوي علماء في وسطنا واحد أهلاوي فاتح بقه مش فاهم حاجة، فبيتقال عليه لملوم. إحنا عشان فاهمين جدا في الكورة وهم ملاليم فمسمينهم لملوم. نفهم الملاليم بقى الصورة اللي قدامنا دي. تخيل اللملوم أو البيب بيب أسلوب حياة بتفرض نفسها عليه، مقتنع إن شيكابالا رافع جزمة في وش الزملكاوية. تخيلوا كمية المغالطات في الصورة. أول حاجة أنا عامل الفيديو ده عشان أشرح للبيب بيب قد إيه الفيديوشوب بتاعهم غبي، واللي عمل الفيديوشوب ده غبي. هفهمكم إزاي. أول حاجة هو كاتب في البوست عندك زي النهاردة 2013، دي هنخليها آخر حاجة في الفيديو. نبتدي الأول بتيشيرت نادي الزمالك. شيكابالا لبس معلومة تاريخية عشان ما ينفعش تيجي حاجة تاريخية للزمالك واسكت. بس شيكابالا لبس فانلة الزمالك بأربع أرقام. أول رقم ليه كان في 2002 2003 مع أول مباراة ليه كانت برقم 30 كناشئ. بعد كده لعب مباراة المحلة برقم 28 لما جاب أول جون ليه. بعد كده رجع لبس 18 من 2006 ل 2009 لما رجع من نادي باوك وادى الأهلي على قفاه في غرامة باوك 900,000 يورو، وخلى عادل الكيع يسرب عليه اللجان علشان تدمر موهبة زي موهبة شيكابالا. فالتيشيرت اللي لابسه الشيكابالا ده من 2006 ل 2009. طب نبص على البوست الجماهير اللي رافع عليه الجزمة. على فكرة الصورة دي معايا زيها ولا لكم بعد ما اخلص كلامي. الصورة دي على بوست لجماهير نادي الزمالك 2015 بعد حادثة الدفاع الجوي، وشهدائنا الله يرحمهم لهم الجنة دائما في الجنة دائما ال20. بص البوست مكتوب ايه؟ شهداء الزمالك ال20 2015. طب التيشيرت لابسه شيكابالا ده ايه؟ رقم 18 من 2006 ل 2009. بالعقل وبالمنطق مفيش حاجة اسمها احط فالنة من 2008 2006 لحد 2015. الراجل ده ما يعني مش عايش بالفالنة لحد 2015. ده انت كده غبي، اللي عامل فيديو شوب ده غبي. دي اول معلومة. المعلومة الاجمل من ده كله ان ليها صورة هم عكسوها. الصورة دي في وسط الملعب جميع حسن مصطفى. ايوه الصورة دي شايفينها يا جماعة؟ هنرجع بقى للصورة التانية اللي هو نزلها المغيب او اللملوم. قال لك زي النهارده شيكابالا رفع ايه الجزمة في 2013. هو ما يعرفوش ان في 2013 ما كانش في كورة في مصر. ما يعرفوش ان شيكابالا في 2013 ده كل كبات الاهلاوية وكل رابطات الاهلاوية طلعت قالت جزمتك في دماغنا يا شيكابالا واسفين على اللي انت عملته فينا. عارفين قالوا الكلام ده ليه؟ لان في 2012 يوم 1/2/1912 حادثة مسبحة بورسعيد. مسبحة بورسعيد ده كان الاهلي بيلاعب بورسعيد النادي المصري في بورسعيد، ونادي الزمالك بيلعب الاسماعيلي. الزمالك اوقف المباراه اول ما سمع ان في ضحايا بقياده شيكابالا، وقف المباراه وزعل جدا على جماهير الاهلي وعلى ضحايا الاهلي، ورفض استكمال الدوري ونزل بوستات على انستجرام عنده بايقاف الدوري. دم او روح شهيد واحد من الاهلي افضل من مليون دوري. وتوقف الدوري بسبب رغبه شيكابالا. شيكابالا اللي راح لقناه الاهلي كاول ظهور ليه في الاعلام احتراما لشهداء النادي الاهلي. شيكابالا اللي اتبرع بربع مرتبه وربع عقده اللي كان 6 مليون، اعلى عائد للعيب مصر ايام الرخص في 2012 كان عنده عقده 6 مليون جنيه. اتبرع بربع عقده يعني 1.5 مليون. في الوقت اللي ما كان فيه رئيس النادي وغير رئيس النادي ما اتبرعوش حاجه للشهداء. شيكابالا وقف في النادي الاهلي خد العزا عند جماهير النادي الاهلي. شيكابالا لف على ايدي انا مع ابو تريكه على كل شهداء نادي الاهلي ال 72 شهيد. لف مع ابو تريكه وعزاهم في بيوتهم. شيكابالا اللي في 2013 خرجت القبات بتاعته تقول له اسفين يا شيكابالا جزمتك فوق دماغنا. ازاي لاعب زي ده مفيش نشاط؟
هيرفع جزمه قدام لعيبه الزمالك، جماهير الزمالك. طب ازاي في 2013 ازاي النهارده انت هتسيل شيكابالا اللي انت قلت جزمتك فوق دماغي واسفين على انسيتك يا شيكابالا؟ شيكابالا انسانيته تخضع على موهبته. ده جملة مين؟ القباهات بتاعتكم. ازاي بعقلكم كده وعقل الفوتوشوب اللي انتوا عاملينه دوت ان انتوا تقنعوا نفسكم ان شيكابالا رافع جزمه في وش الزمالك؟ شيكابالا رفعها مرتين في وش الاهلي لما عادل الكيع سرب اللجان بتاعته علشان دفع له الغرامه 900,000 يورو وما راحش النادي الاهلي ورجع الزمالك، ورجع تاني شاور على الجزمه دي ورفعها في 2010 2011 لما اساءته لامه اللي هي لسه متوفيه في الموقف. بدل ما تعزوا شيكابالا زي ما عزوا الشهداء بتاعكم شتمت والدته فاضطر انه يرفع جزمه في 2010 2011 اللي هي قدامكم ديت الجزمه الصوره التانيه بتاعت حسن مصطفى. انا بعمل فيديو ده علشان اشيل فكره ان الاسطوره وحده كاس المتعه والاداء والابداع شيكابالا انه يسير نادي الزمالك. شيكابالا قبل ما يكون لاعب هو مشجع درجه ثالثه. شيكابالا ما هو الا الزمالك وليس رمز للزمالك. شيكابالا عمره ما يقدر يجي على جمهور الزمالك او يهين نادي الزمالك. شيكابالا بيهين اللي يهينه وبيدوس على اللي يدوس عليه. شيكابالا في كل موقف بيثبت انسانيته. اخرها موقف رميم سعيد، الراجل كان سالخه وعمال يقول اكاذيب واقاويل غير صالحه في شيكابالا. شيكابالا طلع بمنتهى الانسانيه ومنتهى الحب قال عليه انه كان لعيب فاز، كان لعيب محترم بيحاول ان هو يشجعه انه يخرج من محنته. تخيل واحد يسيء الي وانا اكرمه هذا الكرم. الكرم والاساءة دي وانسانية شيكابالا قريبة جدا جدا بانك انصر اخيك ظالما او مظلوما. تخيلوا واحد يسيء اليه وهو يفضل جنبه لحد اللحظة دي ويساعده ويدعي له نخرج من محنته. كم انت عظيم وجميل يا شيكابالا. انه الاباتشي يا سادة وحدة كاس المتعة. الكرة حزنت على ان شيكابالا اعتزل، مش جماهير الزمالك او جماهير الوطن العربي او جماهير العالم كله وكل من يقرب لشيكابالا حزن على اعتزاله. لا، الكرة نفسها حزنت ان شيكابالا اعتزل. كم انت كبير يا زمالك، كم انت عظيم يا شيكابالا.